سنة 2009 واجهت شركة تصنيع سيارات اسمها سانج يونج أزمة مالية كبيرة، واضطرت إنها تسرح أكتر من 2600 عامل، يعني 40% من القوى العاملة، وده خلى العمال يعملوا إضراب لمدة 77 يوم، وده يعتبر من أعنف الإضرابات في تاريخ كوريا الجنوبية. والعمال احتلوا المصنع، وده عشان يضغطوا على الإدارة علشان يرجعوهم لوظائفهم. والاحتجاجات اتحولت إلى ساحة حرب بين العمال وشرطة مكافحة الشغب، والطرفين استخدموا أسلحة مختلفة من أنابيب فولاذية لأسلحة نارية ورصاص مطاطي وأجهزة صعق كهرباء. والإضراب ساب نتائج مأساوية لما بقى في إصابات جسدية خطيرة بين العمال. وفي النهاية الإضراب خلى فيه تغييرات كتيرة تحصل في تاريخ العمل في كوريا الجنوبية. لما سألوا مؤلف مسلسل سكويد جيم، قال إن المسلسل مستوحى من الإضرابات العمالية اللي حصلت، وإن ممكن الأفراد يتحولوا من يوم وليلة من وضعهم الجيد إلى الفقر، فحب إنه يظهر معاناة العمال في المسلسل.